مثال ذلك واحد الآن بعد ما تنتهي الصلاة ناوي نجلس إلى أذان العشاء، ويقول هذا أبا خليه دعاء، ناوي دعاء، فلو جعله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأذان كفي همه وغفر ذنبه. وأذكر قصة عجيبة حصلت، والله على ما أقول شهيد. اتصل بي شاب أو رجل ما أعرف، لكن فيما يظهر من صوته أنه شاب وهو ليس من أهل الرياض، فقال لي أطلب منك طلب. قلت تفضل. قال أبيك تدعي لي. قلت دور الأخيار. قال لا أبيك تدعي لي، أنا نويت الآن أنتحر، استغفر. قلت يا أخي أنت الآن عندك هم في الدنيا تروح لهمنا أعظم، اتق الله في نفسك. قال أنا الآن بعد يعني أشعر أن الجبال على رأسي. قلت ايش عندك؟ عندك مشكلة، عندك دين، عندك نساعدك، ناخذ معك بس ودي أستدرجه، نقابله نشوف ايش مشكلته، إذا مقدور نحلها حليناها، وإذا مو مقدور شفعناه عند من به حلها. قال أبدا، فجأة وجدت نفسي ضاقت علي الدنيا اليوم بس هذا. قلت رجاء وين أنت فيه؟ أجيك. يكلمني من كابينة، عارف أنه ممكن أوصل له لو أنا الجوال طولت معه. حاولت فيه قال أبد. قلت يا أخي ما يجوز الانتحار، قتل النفس من أكبر الكبائر. قال أبد. قلت طيب أنا بطلب منك طلب. قال تفضل. قلت أبيك تدخل مسجد، هذا كان المغرب، وتجلس تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذان العشاء، وبعد صلاة العشاء عسى الله يعينك ولا تفعل هذه الجريمة، لكن أخرها، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي فلق البحر لموسى فوجئت قبيل أذان العشاء، أنا كنت مهموم له، قبيل أذان العشاء باتصال، يا الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. قلت سم بشر. قال سبحان الله طبقت نصيحتك، والله أنني أشعر أن كل الجبال سقطت من رأسي، ما السر؟ فذكرت له الحديث تكفى همك، وطبقها أناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفى همك ويغفر ذنبك.